فيما تؤكد مصادر رسمية أردنية أن قمة العقبة بالأردن انتهت بالتوافق على تحقيق السلام والحفاظ على الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة. جاء التفنيد على لسان تساحي هانجبي الذي رأس الوفد الصهيوني في اجتماع العقبة ليؤكد عبر صحيفة عبرية أن لا تغيير في سياسة الكيان الصهيوني. هذه القمة مرفوضة شعبيا، فممارسات العدو الصهيوني لا يمكن تقبلها أو التجاوز عنها أو التفاوض بها. وأثبت العدو فشل هذه القمة باعتراف وزير أمنهم القومي، إذ علق على مخرجات اجتماع العقبة بوقف الإجراءات أحادية الجانب لأشهر محددة، وما حصل في الأردن من اتفاق يبقى في الأردن، هذا هو تصريحه. مخرجات العقبة ووفقا لبيانها الختامي حملت توافقا على وقف إقرار أي بؤر استيطانية طيلة 6 أشهر، إلا أن ذات المسؤول الصهيوني أكد من جهته الشروع في بناء 9 بؤر استيطانية جديدة والمصادقة على 9500 وحدة سكنية أخرى في الضفة الغربية المحتلة. وهم ليسوا على استعداد لوقف الاستيطان ليوم واحد، وتم ختم اليوم باقتحام حوارة في نابلس وحرق البيوت والسيارات وإصابات المئات من الفلسطينيين. كيف سيكون هناك سلام عادل وشامل في ظل حكومة تعلن وتخطط وتنتهك الحق الفلسطيني؟ فيما أعلنت فصائل فلسطينية عن رفضها لاجتماع العقبة الرامي إلى التهدئة بالضفة، دعا الاتحاد الأوروبي الجانبين الفلسطيني والصهيوني إلى وقف العنف بالضفة الغربية حفاظا على الروح البشرية.